زيزو ما عملش جنايه، ما عملش جريمه عشان يتشتم بمراته وبامه في المدرجات. ده ليفل عالي، ده ليفل عالي من الوساخه. ما تحبوش يا عم، حد قال لك حبه؟ ما تحبوش. انت سواء بتعمل كده تشتم واحد بامه او بمراته، سواء كنت اهلاوي ولا زملكاوي، انت تروح تتعالج في مصحه، ما عندكش رجوله بجنيه. انت حلال فيك اي حاجه تتقال. على فكره يعني انت بتقذف محصنه، ودي كبيره عند ربنا عز وجل. انت بتعمل بلوى، كارثه، مصيبه كبيره لواحد ما تعرفوش. يعني مستحيل يسامحك وما يعرفكش اصلا ولا انت تعرفه. انت ضايع. ده كوره جلد 11 بيلعبوا 11 عشان تنبسط، مش عشان تخش جهنم. تبريرك للموضوع كارثه في حد ذاته. وبعدين مش كل ما حد يقول لك حاجه تقول له ما كانوا بيشتموا شيكابالا، ده كانوا بيشتموا عماد متعب. يا حبيبي انت مش محامي شيكابالا ومحامي عماد متعب، انت مالكش دعوه، انت مالك. كل واحد هيتحاسب لوحده. مش معنى ان هم شتموا شيكابالا انت تعمل زيهم. انت تطلع في مدرجات تشتم زوجة واحد ولا ام واحد ولا تشتم واحد ولا ليه اصلا؟ ليه؟ قول لي ليه كده، انا نفسي اقعد معاك تقول لي ليه. يعني انت قاعد دماغك فاضيه لدرجه ان انت مجهز هتاف، رحت سالت على زوجة فلان دي اسمها كذا وجهزت هتاف باسم زوجته عشان تشتمه في المدرجات؟ انت عملت كده فعلا؟ انت سوي بجد والله؟ انت طبيعي؟ والاخ ابو ضفيره ده اللي واقف في الكابو، بيقول عليه كابو، اللي قاعد ماسك الميكروفون ويقول الهتاف لوحده سولو. وبعدين بقى نزل بالالبوم 10,000 اغنيه وراه من 10,000 بني ادم. الدقيقه دي لو هيقول الهتاف ده 10 مرات وكل مره هيقولها 10,000 واحد، يعني يعمل له بتاع 100,000 سيئه وهو واقف. هتكفر عنهم ازاي يا فاجر؟ سيبك من اللي قال ده، قال ما اخطأ، ربنا يسامحه يا عم. انت بقى عملت ايه؟ ده انت عملت سكور. اي واحد اهلاوي ولا زملكاوي اللي بيقعدوا يشغلوا مدرجات كامله شتيمه دي، انتوا ما بتخافوش من ربنا؟ ترضى الواحد يجيب سيره زوجتك او امك في استاد وهو ما عملش فيك حاجه؟ يا عم انت مش ابن خالته ومش صاحبك، انت تعرفوش، مفيش بينك وبينه اي علاقه. انت العلاقه اللي بينك وبينه ان هو بيلعب كوره في النادي اللي انت بتشجعه. انطباعك عنه، كرهك وحبك ليه، ده مجرد راي في تصرف، انما في شخص انت ما تعرفوش اصلا. انت لسه صغير، انت مش عارف حاجه. الحياه اكبر من كده بكتير واصعب من كده بكتير.